السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها. الايام دي في موسم اللفت. يعني اللفت هتلاقي رخيص جدا في السوق، وانا بصراحة من عشاق اللفت. قررنا ان احنا نعمله ان شاء الله باذن الله بطريقة سهلة وبسيطة علشان كل الناس تقدر تعمله. يعني انا ساعات والله كنت لما بروح اشتريه يعني بخلي الراجل يعمل لي لفت بس من كتر حبي فيه. طبعا هو في السوق دلوقتي 3 كيلو تقريبا ب10 جنيه. جبت 3 كيلو، وطبعا اللفت بيبقى زيه زي البطاطا، زي البطاطس، بيبقى محطوط جوه الارض، فلازم بيبقى فيه طينة. فلازم ان احنا ننقعه الاول عشان خاطر الطينة دي يعني تتشال منه بسهولة. ولما تيجي تختاري اللفت ما تختاريهوش كبير ولا صغير، علشان خاطر الكبير بيبقى من قلبه جوه بيبقى عامل زي الاسفنج كده، ما بيستحملش التخليل. فاحنا هنجيبناه اهوت ونقعناه ونضفناه، وهنبدأ نشيل الحاجات دي كلها منه. وطبعا اللفت الحاجات اللي بتبقى فيه دي مش بنرميها، دي احلى حاجة بتتاكل فيه اصلا، وهوريكم ازاي. دلوقتي احنا هنشيل الحاجات دي منه، هننضفه وهرجع لكم تاني. هعمل معاك واحدة انضفها عشان لو في حد يعني مش بيعرف ينضفه. احنا الحتة دي كلها بنشيلها، مش بنستعملها في حاجة، وبنبدأ نقشر الحتت دي. الجزء البنفسجي دوت مش بنشيله ولا بنيجي جنبه خالص، بالعكس بنسيبه، لان هو برضو بيساعد في ان الليفت بيحمر. فلا ده حلو قوي يعني، محدش يرميه. بنبدأ نشيل الحاجات كلها كده اللي بتبقى من فوق دي، اللي هي فيها شراشيب زي شراشيب كده. تحت ده لو انت عايزة تشيليه شيليه، بس كده زي ما هي كده. وهرجع لكم تاني، هنعمل كله بننضفه بالطريقة دي، وبعد كده هنرجع لكم تاني كده بعد ما قطعناه كله. وطبعا الحتت البنفسجي ديت مش بنيجي جنبها، علشان دي بتساعدنا في ان لون اللفت بيبقى احمر برضو مع البنجر اللي احنا هنحطه. هنبدأ بقى نقطعه. ممكن تقطعيه الشكل اللي انت عايزاه، يعني ممكن تقطعيه مكعبات. هوريك الاشكال اللي ممكن تقطعيها وازاي ممكن تقطعيها. دي ممكن تشتريها من السوق اللي هتديك الشكل المزجزج. ممكن تقطعيها مكعبات. تبداي تقطعيه شرايح كده، وبتجيبي اللي هي الزجزاج دي، تبداي تقطعيها. بسم الله. ده الشكل اللي هو بيتباع في المحلات. لو انت عايزه الشكل ده ممكن تقطعيها مكعبات او مكعبات كبيره، مكعبات صغيره، بالشكل اللي انت عايزاه. ممكن تقطعيها برضو صوابع، بس مش بالشكل الزجزاج ده، يعني كده ممكن. لو انت مش عندك القطاعه دي اهي، مش هتفرق معانا يعني التقطيعه. هكمل الباقي وارجع لك. كده بقى يا ست الكل، قطعناه كل التقطيعات ورضينا كل الاذواق. قطعناه التقطيعات القديمه بتاعت جدتي وجدتك، وقطعناه التقطيعات الجديده، وقطعناه مكعبات، يعني كل التقطيعات قطعناها. نرضي كل الاذواق. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب معلقتين كبار ملح، ونبدأ نرشهم. نجيب صينية احطها تحت المصفى، ونرش معلقة ملح، والمعلقة التانية بتاعة الملح، وقلب قلب الملح مع اللفت. ليه بقى كده احنا بنقلب؟ علشان خاطر اللفت لو فيه مرارة تنزل، لان اللفت لسه في بدايته، فبيبقى فيه مرارة شوية. فاحنا هنسيبه طول الليل، يعني اقل حاجة 6 ساعات لو انت هتعمليه بالنهار. انا دلوقتي بالليل، فانا هعمله كده وهسيبه للصبح ان شاء الله. هنلاقي نزل كل المرارة اللي فيه في الصينية اللي تحته اهي.
هنسيبه للصبح كده، نسيبه للصبح ان شاء الله نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد ما قعدنا اكتر من 6 ساعات. الليفت نزل المية بتاعته. بصوا المية دي كلها مرارة. طبعا احنا غسلنا الليفت من الملح اللي كان فيه، وهنبدأ نعبيه دلوقتي في البطرمان. وانا بعبي الليفت في البطرمان زي ما انتم شايفين كده، بحط حبة وبحط حبة من العروش بتاعته، شايفين ده بقى طعمه تحفة في الاكل لما بيتخلل مع الليفت. بعد ما حطينا حبة الليفت بنحط حبة بقى من العروش تاني، بنفضل نحط كده في النص علشان العروش دي بتتاكل اكتر ما الليفت بيتاكل. عبيت الليفت بتاعي. هنبدأ بقى نجيب بنجرايه. ده شكل البنجر اللي ما يعرفش شكله، بيبقى من جوه احمر كده. تمام، هنبدأ نقشره وهنفرمه. ودلوقتي هنعمل المحلول. 4 كوبايات من المية، عليهم 4 معالق ملح ممسوحين وحبة شطة صغيرين لو انت عايزة. دول للكيلو، المقدار ده للكيلو. لنا البنجر اهوت انا بشرته، والاربع معالق ملح حطيناهم في الاربع على الاربع كوبايات ميه. وهنحط ربع المعلقه خل، ربع المعلقه خل، مش هنكتر خل، صغيرين جدا اهو. السكر ده اللي بيخلي اللفتايه لحد اخر اللفتايه كده بتقرقش، بتحتفظ بالقرقشه بتاعتها. هنبدأ نقلب الكلام ده. هنبدأ نحط البنجر ده اللي بيدينا اللون الجميل بتاع اللفت. انا بحب اكل منه بعد 3 ايام، بيبقى طعمه تحفه. غير بصوا الميه شكلها عامل ازاي. هنفضيه بقى في البطرمان. نبدأ نفضي بقى المحلول ده في البطرمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا الكمية كلها بتاعة المحلول ل3 كيلو. طبعا قلنا لكل كيلو 4 كوبايات مية مع 4 معالق ملح مع ربع سكر مع ربع خل، ويتدوبوا ويتحطوا مع البنجر. شايفين البنجر لما احنا فرمناه اتوزع ازاي وخلى لون اللفت ما شاء الله تبارك الله. كده احسن من ان انت تقطعيه حتت كده زي زمان، وكده بيتوزع على اللفت كله. كده بقى هنبدأ نغطيه. هتجيبي اي كيس عندك، كيس من الكيس اللي احنا بتاع المطبخ او استرتشراب يعني، عشان نكتم الهواء، نمنع دخول الهواء دي. هنبدأ نغطيه كده، وان شاء الله 3 ايام هتاكلي احلى لفت. ده الفيديو بتاعي النهاردة يكون خلص. يا رب يكون الفيديو عجبك، ولو وصلت لهنا ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.